السلام عليكم، صباح الخير عليكم صحباتي الزوينات الغاليات على قلبي، الله يحفظكم ليا. كي صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير وبالف خير يا سيدي ربي، وما خصكم حتى شي خير. وكنتمنى نلقى هذا الفيديو ان شاء الله باتم الصحه والعافيه. البنات، رجعت لكم. كيف شفتوني؟ صراحه غبرت عليكم هاد اليومين ولا 3 ايام تقريبا، ما حطيتش شي حاجه لضيق الوقت وصافي، راكم عارفين. المهم انني رجعت لكم فيديو جديد وافكار جديده للتنظيم والتاويل واي حاجه. المهم اي حاجه ان شاء الله غادي تكتشفوها معايا وكنبارطاجيها معكم، وما غنخبي عليكم حتى شي حاجه. نتمنى تكونوا على خير وبخير، وربي يرفع لنا هذا البلاء باذن الله يا ربي وتحقق لنا نتمناو يا ربي في حياتنا. المهم البنات، هنا ان شاء الله غنشارك معكم كل شيء، غنبارطاجي معكم الخروج ديالي من الصباح. تغديت سخرت وترجعت للدار وطيبت وجمعت. المهم روتيني من الروتينات اللي زوينه الصراحه، وشويه واخا طويله، ولكن انا كان صراحه كنتمتع فيها. انا كيعجبني المحتوى اللي في هذا النوع ديال الروتينات. بحال هذا المحتوى الناس صدقوني كنتبعو. ما عرفتش علاش كنلقى راسي انا في هذا الشكل هذا، في هذا المحتوى ديال الروتينات. ما كنعرفش ندير شي حاجه اخرى من غير روتينات. المهم كل واحد وطريقته في روتيناته الحياتيه اليوميه الطبيعيه. المهم انا كنشارككم روتيني على طبيعته، بكل تفاصيله، بكل بساطته، بكل تواضعه، ما كنزيدش عليكم ربي شهد عليا. اصبحنا واصبح الملك لله. اليوم البنات غادي نفطر فطوري العادي البسيط، قهوتي يعني كيف ديما، قهوتي كحله وفطور عادي، يعني داكشي اللي كاين راه كنفطر به. انا من العاده ديالي ما كنبغيش نفطر بالخبز في الصباح، الصراحه ما كنقدش عليه، لذلك كناخذ هكا بتي بان ولا شي حاجه اللي خفيفه، يعني شي حاجه اللي سهله غادي نقدر عليها. كان الصراحه انا في الصباح كتكون الشهيه مسدوده عندي، واخا تشوفوني حاطه هادشي راه ما كنقدش نكملو. كناخذ داك الكرواسون هكا النص ديالها ولا هذا وصافي. الصباح راكم عارفين البنات كينوض الانسان مزير شويه، كتكون باقا الشهيه مسدوده، باقي النفس مسدوده، يعني على شحال الوقت عاد يعني تقريبا عاد كتفتح لنا الشهيه وعاد طبيعي هادشي، راه كنظن كاع البنات عارفينو، كاع الناس كيدوزو به. المهم غنشارككم معايا كلشي ان شاء الله كيف كتشوفوا. كنتمنى البنات لكم السعاده واي حاجه زوينه كتمناوها في حياتكم، كنتمناها لكم باذن الله. وكنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتدخلوا وكتخليو ليا ديما وكتنوروني بها. راكم غاليات على قلبي وعزيزات عليا ربي شهد. مع انني ما كنحطش فيديوهات بزاف لضيق الوقت والمسؤوليات، راكم عارفين. المهم انني ما كنبخلش عليكم، داكشي اللي كنعرف واللي كنجيب واي حاجه جديده يعني كنشاركها معكم. المهم كنتمنى كنتمنى لكم زعما كل خير صراحه. كتدخلوا عندي كتونسوني، كنشكركم بزاف بزاف. وكنقول للناس اللي باقي ما اشتركوش عندي ودخلوا لقناتي لاول مره، كنقول لهم اشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد قناتي ان شاء الله، اللي هي بالطبع قناتكم. ومرة كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم الدرجه الاولى. المهم البنات، يعني روتيني كيبدا من الصباح، يعني بعد ما كنفطر كنجمع كنمشي نيشان، يعني اول حاجه لبيت النعاس كنجمع شويه الكركبه وكنقاد كل حاجه كنرجعها يعني بلاصتها، يعني كاي امراه مغربيه في بيتها البسيط في دارها، يعني كتجنوض كتجمع يعني شي حاجه اللي هي عاديه وكنا كنديروها. كنظن كنا كنديروها في الصباح. غير هو البنات خصنا نديروها بواحد التفاؤل، بواحد نكونوا فرحانين على داكشي اللي كنديرو وغاديين على داكشي ديال الرضا والقناعه. هي كلشي البنات، ونرضاو بداكشي اللي عطا الله واللي عندنا واللي كتبوا لنا الله. ماشي مشكل نطمحوا للمستقبل، ماشي مشكل نفكروا بعيد، نبغيو نديرو شي حاجه جديده في حياتنا في مستقبلنا، ولكن في نفس الوقت البنات من كيما كنقولوا ما نطمعوش في الدنيا بزاف، يعني نرضاو بداكشي اللي قسم لنا الله، وربي راه يرزق في داكشي اللي كاين، والحمد لله والشكر لله. صافي هنا جمعت بيتي قديتو عطرتو شويه، ضروري انا من عندي شويه د الريحه وشويه المعطر من بعد ما كنجمع بيت الناس ولا بدا البنات هذه فيا طبيعه ولا بدا ندور نمسح شويه الغبره. هذا الشيء راه ماشي كنقول لكم زعما قدامكم، كنديرو كل صباح البنات خاصني فيما نجمع ندير داك المسيحه هكا البنات كيف قلت لكم ديجا في الفيديوهات ديالي، باش ما كيتجمعش عليا روينه
حتى لاخر الاسبوع ونحصل. هادشي علاش كنضف ركانيه، يعني كل نهار كنقيس ديك الركينه وكنحيدها ليا ونخوي نقاد نجمع نخمل، باش في نهايه الاسبوع كنكون مرتاحه وترونكيل، نخرج ندخل، المهم جلس مع الوليدات نلعب، المهم مرتاحه، ما عنديش شي حاجه، شي تمارق اللي تابعاني طويله. صافي هنا البنات خرجنا للسوبر ماركت من بعد ما فطرت وجمعت هكا شويه الدنيا، خرجت نتغدى، كان خاصني شويه الخضره صراحه سالات ليا. هنا البنات هذا واحد السوبر ماركت، وراه البنات اللي هنا في ليسبان راه عارفينو، فاميليا زوين بزاف. صراحه تقضيه فيه مناسبه وكيعجبني، يعني كتلقى كلشي كاين الحمد لله والشكر لله، جميع انواع الخضروات، الدسر، يعني اي حاجه تبغيوها كتلقاوها في هذا. صافي خديت شويه فلفله خضراء وشويه فلفله حمراء، المهم نوعت درت هكا وهكا، وخديت شويه البصله. شنو اخر يا ربي، شتي ما كنخبي عليكم والو. كنتفكر البنات شنو خديت. خديت البصله، خديت الفلفله، خديت فلفله حمراء خضراء، خديت شويه ديسير، هادشي اللي كاين، وشويه ديال التقيوتات، داكشي ديال الثلاجه، ديال دانون، ديال كاشير وتخربيق. داكشي ديال الوليدات الصغار. لا كاشير سمحوا لي، خديته من عندك الزر لان كاشير ديال هنا ماشي حلال. لذلك ما كنقدرش ناخذ صراحه شي حاجه اللي هي هكا اللحم دجاج سوسيس، ما كنقدرش ناخذه من السوبر ماركت لانه حرام، حنا عارفين بانه حرام، بانه ما مذبوحش ذبيحه اسلاميه. لذلك كنمشيو يعني كنديروا نتغداو هنا ولا نمشي عند الجزار ناخذ من عنده داكشي ديال الدواجن واللحم الدجاج، يعني على قدر المستطاع وعلى قدر الجيب ديالك، داكشي اللي غيكفيني، يعني كناخذ داكشي الاسبوع، لان من عادتي ما كنبغيش نخرج البنات يوميا نسخر. اعلى حاجه عندي هي انني نخرج يوميا نسخر، ناخذ تقدير الاسبوع ولا 15 يوم هكا كنكون مرتاحه. وكيف كتشوفوا دابا هنا جيت للدار، غنقاد داكشي اللي تسخرت، داكشي اللي خديت معكم قدامكم البنات غتشوفوه. داك السخيرات وداكشي يعني تقديه البسيطه ديال اي مرا مغربيه في دارها كتحاول تقتصد وتاخذ داكشي اللي غتقد عليه واللي غيكفيها، يعني بكل المهم اللي بغي نقول لكم انا المهم في هذا الفيديو بالضبط هو اننا نحاولوا نقتصدوا، ونحاولوا ناخذ داكشي اللي غيكفينا واللي غادي نستعملوه، ما نضيعوش وما نبدلوش وما ناخذوش الحاجه وتبقى تفسد هكاك في الثلاجه. ناخذ داكشي اللي غنخدموا به، اللي غنطيبوه، اللي غناكلوه، بلا داعي اننا نكثروا بشي حاجه ونجيبوها وتبقى هكاك مخزنه وفي الاخر كنلقاوها اما فات الوقت ديالها، اما صافي ما بقاتش صالحه باش ناكلوها نطيبوها. لذلك البنات ديما خذوا داكشي اللي غتقدروا عليه واللي غادي تقدروا يعني تاكلوه وطيبوه، ماشي داكشي. انا راه كنت من هاد النوع البنات والله ربي شاهد، كنت كناخذ داكشي كثير والله، وكنحطو وكناخذ خضره كثيره، يعني كتكون تعرفوا العين قال لك العين كتسبق الكرش، العين هي اللي كتاكل. كنبقى ناخذ، ولكن من بعد كنجي كنلقى الخضره شحال من حاجه خسرات ياك البنات، شحال من حاجه كنلقاها في الثلاجه فات الوقت ديالها. لذلك اعلى حاجه دابا وليت كنديرها، حيدت هذاك السيستم، وليت كناخذ داكشي على قد اللي غادي نستعمل في الاسبوع صافي. بحال دابا مثلا الطحين كناخذ القياس ديال الطحين ديال السيمانه، قهوه مثلا كناخذها اللي غيكفيني في الاسبوع، مثلا الزيت مثلا، يعني داكشي اللي حدو قدو اللي غيقدني، ما يكونش كتير وما يكونش قليل في نفس الوقت، يعني ما بين وبين. هادشي اللي كاين البنات. هاد القهوه البنات هي كنحيد كل حاجه، كنحيد لا بلاستيك ديالها اللي غيتحيد يتحيد، واللي كيبقى في الكرتونه ديالو ولا في بلاستيك راه كيبقى. بحال دابا قهوه سنيده هادشي كنحيدو كنديرو في القراعي ديال الدجاج اللي مخصصين لهذا الشيء. بحال دابا هذه كندير لها القهوه ديالها صافي، كنعمرها كل حاجه كنديرها في بلاصتها وكنظمها ونحطها هكا، كنكون كل حاجه تكون في بلاصتها، ما كنبقاش نقلب على الحاجه اللي شريت فينا هي. يعني اول حاجه كندير من كنجي كندير كل حاجه بلاصتها وصافي. اتاي غنديرو في قرعه اتاي سنيده، غنديرها في قاعد سنيده. هاد اتاي كناخذوها البنات من عند كزاف زوين بزاف، اتاي شعار كيجيبوه من الصحه من المغرب، كيجي غزال صراحه، وكيجي اتاي بنين بزاف ما نقولكمش، كيجي غزال اتاي صحراوي. وهنا غنضم عاوتاني سنيده غنديرها حتى هي في القرعه المخصصه ليها. المهم هكا كنحاولوا نقادو تقديتنا وكوزينتنا وننظموا داكشي باش اي حاجه بغيتها راه كتجي على يديا، كتجيني سهله، يعني غير كنمشي لديك الحاجه كنجبدها كنلقاها كاينه واجده في بلاصتها. هذا السيرياليس البنات، ما عرفتش شنو كيقولوا له في المغرب والله البنات اللي مشات لي سميتو،
كناخدو على ولد الوليدات كيعجبهم بزاف بزاف. هكا كندير معاه دانون ولا الحليب كيفطروا به في الصباح، ولا كيديروا به ميريندا في العشيه كسكروط حتى هو زوين صافي. وداكشي اللي جبت كنظم كل حاجه بلاصه. هادو الوليدات لي كرواسون حتى هما كنديرهم في بلاصه المخصصه ليهم. انا من الحاجات اللي كيعجبوني في الكوزينه هي انني كل حاجه عندي ديالها، ما كنبغيش داكشي مكركب كل حاجه كنحطها بلاصه، ولو يكون غير منظمات بسيطه البنات رخيصه ماشي شي حاجه اللي واو. المهم اننا كنقادو داكشي في بلاصتو وفي قريعتو. هذيك هي اللي كتقتلني انا المراه اللي كتكون بحال هذا الشكل. ماشي ضروري من الغلا وداكشي غالي وكلاس وبروتوكولات. قراي بسيطين ديال 60 ريال ديالي 5 دراهم، قراي ديال 10 دراهم نجيبها ونعمرهم ونغسلهم ونعمرهم وندير فيهم سكر اتي قهوه. هادشي اللي كاين يعني تنظيم البنات والتاويل كنقولها وكنعاودها ديما. راه ماشي بالغلا وماشي بالبروتوكولات وماشي بالكلاس وماشي ما خديت القرعه الفلانيه بالثمن فلان كريستال وتكون لا. انا ضد هادشي نهائيا. المهم البنات هنا من بعد ما نظمت التقيديه ديالي وصوبتها غادي ندير معكم واحد كراطان ديال الكفته والبطاطا ومطيشه. كراطان زوين صراحه. الكفته من بعد ما شرملتها ودرت لها الاقامه ودرتها دواور غنديرها كغطا، غندير معاها البطاطا ومطيشه صراحه كتجي زوينه، كتجي في الفغان غزاله. ومن بعد كندير في منها شويه الفرماج. المهم هنا عندي غندير شويه المطيشه من تحت باش تعطيني واحد المرقه وتجي زوينه وتجي معلكه وما تجيش ناشفه. غادي نبقى نستف داك الكفته اللي ديجا شرملتها ودرتها دواور بالاقامه، وغندير هكا بطاطا مطيشه كفيته بطاطا مطيشه. المهم كنستفها بطريقتي، يعني نتوما البنات غتستفوا وتقادوا طريقتكم، كتبقى طريقتكم مزيان الطريقه الخاصه بكم صافي. من بعد ان شاء الله غندخلها الفران راه كتجي غزاله كتشهي وانتم غتشوفوا معايا النتيجه ان شاء الله. راه ديجا البنات درت معكم كغطان بزاف في القناه ديالي، عندي بزاف ديك الغطان. وجبلك ربي كي تخطيني غادي نموت، شفتيني نعشق صنفو قلتي خلاص جبتيني على راسي. انا اللي بغيت ابويا ما وشحال عييت صبر وشحال ستنيت جبت لواس انا يا راسي. وعلاش يا قلبك ما تترشوا، وعلاش ما تقضي صوالحك العدوى، وعلاش كابابل دير نابورتو كوا، وعلاش حتى عشقي لك ساونتيني فيه، وعلاش خيط التالي اللي بيناتنا قطعتي، وعلاش واللي بغاك راك عاتبتي، واللي بغاك راك عاتبتي. جبلك ربي كي تخطيني غادي نموت، شفتيني نعشق صنفو قلتي خلاص جبتيني على راسي. انا اللي بغيت ابويا ما وشحال عييت صبر وشحال ستنيت جبت لواس انا يا راسي. وعلاش كنتي معايا ما يهزك. صافي البنات غديوتنا وجدات الحمد لله والشكر لله. خرجت الكغطا من الفغان كتشوفوا كيجي على هذا الشكل صراحه كيجي زوين ومعلك حتى في الشكل ديالو. ولا في المذاق ما نقولكمش راه مذاق غزال ولا اروع. جربوا هاد الطريقه راه كتجي زوينه. وتقدروا ديروا الكغطا باي حاجه عندكم، ماشي ضروري الكفته، ديروا بالدجاج ديروا بالعدن ديروا بالصوصيص، يعني باي حاجه متوفره عندكم في الدار صراحه كيجي زوين وبنين وكيشهي ومذاق ما نقولكمش. كانت هذه هي غديوتنا ديال اليوم والحمد لله والشكر لله عليها. من بعد البنات بعد ما تغديت جمعت داك المعينات اللي كانوا عندي غسلتهم حيدتهم عليا وطرفت شويه كوزينه ومسحتها شويه هكا بخودوي وقاديتها. ومن بعد دزت باش نشر التصبين ديالي
كنت صبنت في الصباح الصراحه وخليتها خرجت وتسخرت جيت لقيتو تصبن وساله. هاد البنات كان هنا كنشر بعض المرات كنعاون بها كتعاوني هاد النشاره وراه كينشفوا لي دغيا واخا في الدار يعني انا جربتها ومولفاها كينشفوا فيها واخا كنحطهم فيها. كاين اللي كيقول لك شحال من بنت سولتني قلت لي انا ما كينشفوش ليا ملي كنديرهم هنا بالعكس ديريهم اختي وديريهم في الكوزينه ومع الطبخ ومع الطياب ومع سميتو راه كيوصلهم داك الدخان وداك الصهد وكينشفوا دغيا. بالحق الا حطيتو نشاره في الكوزينه دغيا كينشفوا تقريبا. كتجي من الصباح للعشيه صافي كنحيدهم ونطويهم كنلقاهم نشفوا. هادشي اللي كاين البنات كان هذا هو روتيني ديال اليوم وهذا هو روتيني الحقيقي على طبيعته وعلى بساطته. كيف ديما كنقول لكم بساطتي في روتيناتي هي سعادتي وسعادة حياتي وكنشاركها معكم بكل تفاصيلها بكل بساطتها بكل تواضع ما كنخبيش عليكم. ومن بعد دزت باش ندير واحد جفيفه خفيفه نجفف في الكوزينه. الدار ديجا كنت مجفاها البارح ما غنجفاش غير الكوزينه اللي كنبقى ندور فيها بزاف وتمشى ونمشي ونجي باش نقضي هادي راكم عارفين الجليج كيتعلق مع ابيض دغيا كيبان فيه الطبايع كيبان فيه الوسخ. كنجفو بهاد البرودوي زوين كيتباع في ميركادونا خاص بالجليج الابيض حتى في الريحه ديالو فيه واحد النسمه د الحامض زوينه. والبنات كنقول لكم ما سخيتش بكم وما تنساونيش حبيباتي بلايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما سخيتش بكم مغخا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر بافكار جديده وحيل جديده للتنظيم والتوين ونصائح علاش لا. خليتكم في امان الله مع السلامه الى اللقاء. خليك لي مثالي ونطير معاك بلالي.